لو أنت عايز تسأل نفسك هتروح فين، يبقى لازم تسأل نفسك سؤالين الأول. know why to know how. اتفقنا إنك أنت لمّا تبدأ أي طريق لازم تكون عارف أنت بتعمل ده ليه. إذا عُرف السبب بطل العجب. لو أنت مش عارف أنت بتعمل ده ليه، هتتعب كتير. فلازم تعرف هو أنت بتعمل ده عشان تعليم والّا وقت وبتقضّيه وخلاص، والّا محتاج فلوس فأنت بتمارس الشغلانة دي بطريقة معيّنة. في ناس مثلًا بتاخد الزمالة يقول لك أصل أنا نيابتي لمّا خلصت هيوزّعوني في حتّة كده إيه زي طرشوخ الليف، أنا ما أعرفش أنا هاعمل فيها إيه. ويقول لك إن هو هيكمّل هناك ليه، أنا ممكن آخُد زمالة في مكان أفضل. أيًا كان الclass اللي موجود فيه الزمالة هيكون أفضل بكتير من طرشوخ الريف. في واحد تاني يقول لك أنا هابدأ زمالتي عشان خاطر لمّا آجي أقول أنا في مستشفى فُلان، عِلّان، التلتاني، بدل ما أقول إن أنا موجود في مستشفى إيه، زفتة والّا مستشفى طرشوخ، الاسم إيه، مع إن المستشفيات ديّة لو قامت وفيها مقوّمات إنها تكون كويسة. يعني مش شرط الاسم هو اللي كذا، لكن أنا عايز أقول لك المستشفيات الآخرين ممكن تكون أقوى بكتير من مستشفيات مركزية بس إحنا مش داريانين. ماشي. فييجي يقول لك لأ أنا شغّال بقى في مستشفى إيه الدولي وما أعرفش إيه، فprestige. والّا أنت بتدوّر على إنك أنت عايز تزوّد نَفْسك بشهادة معيّنة. لمّا تعرف إجابة السؤال ده هيفرق معانا كتير. طبعًا في أسباب كتير إن اختلفت، وممكن واحد يقول لي أنا عايز كل ده يا دكتور. طَب لو أنت عايز كل ده لازم تعمل ترتيب لأولوياتك. تشوف reprioritize أنت عايز إيه في دول أكتر حاجة. يعني لو خيّرتك إيه أهم حاجة عندك، واحد يقول لي بُص أنا عايز لمّا أروح كده أشتغل نُص، نُص وأريّح نُص، نُص. واحد تاني يقول لي أنا مش عايز أشتغل خالص وعايز إيه، ييجي لي مرتبي آخر الشهر ولمّا تيجي شهادتي آخُدها. إحنا كده طالما أنت عارف أنت عايز إيه أفضل بكتير. في واحد تاني يقول لي لأ، أنا عايز أكوّن أكبر مهارات جراحية عشان أنا هاشتغل سواء كان مصري أو غير مصري. يقول لي أنا مثلًا هاروّح بلدي أنا هاكون جراح التجميل أو أنا هاكون الجراح الفلاني. الفيديو ده معمول لكل الناس في كل التخصصات. أنت لازم تبقى عارف أنت في بدايتك تعمل إيه، وخصوصًا الجراحين لأن لهم وضع خاص في التدريب زي ما هنتكلم. ليه؟ لأن الفكرة كلّها إن المستشفيات أنواع. رفلي كده الزمالة المصرية قسّمت المستشفيات لA وB وC. C المفروض إنها حاجة عالية جدًا، B اللي هي نقول عليها النُص، نُص. طب A لأ يقول لك إنها not qualified. في الأغلب المستشفيات دي اللي هي بتكون مريّحة. واحد بقى إيه، ييجي على جنب كده يقول لي ياه! في مستشفيات على جنب كده أهوّة وما فيهاش تدريب أنت مش جاي تحل مشكلة الكون دلوقتي. أحب أقول لك أنت لو سافرت إنجلترا، لو رُحت أمريكا، في مستشفيات عادي جدًا من برّه هالّا هالّا ومن جوّه يعلم الله، وهي على قد حالها خالص، عادي جدًا. ده موجود في كل مكان. ماشي. أنت بتعرف أنت عايز إيه، وبتشوف الموجود إيه، وتقيّف الاحتياجات بتاعتك على قد المعطيات اللي ليك. ولو كان نصيبك في إنك أنت موجود في مستشفى زي A أنت بقى شخص عايز تعلّم نفسك أنت عارف كويس أوي إن إحنا على الأقل في مصر هتعرف توصل لتعليم لو أنت سعيد. لكن واحد قاعد في بيتهم، الفيديو ده مش عشانك، لإن ده مش هيفيدك بأي شيء في البيت. أنت في البيت آخرك إنك أنت تفتح اليوتيوب تشوف عملية تعملها برضه إيه على اللابتوب فوتوشوب. ولكن أنت لو عايز تعمل حاجة لازم هتنزل من البيت. طيب خلّينا متفقين، مختلف أنواع المستشفيات، كل مستشفى في دول فيها ميزة أو ميزتين بالكتير. وما فيش مكان في كل دول حتى مستشفيات الC الجامعة والتعليمي والأمانة لو هو ده class C يعني اللي هو الtop crème de la crème ما فيش فيها كل حاجة. إحنا كجراحة تجميل مثلًا لو نيجي نتكلم في المستشفيات ديّة، كل مكان هيكون ليه مهارة أو 2. واحد بيشتغل hand، واحد بيشتغل maxillofacial، واحد يشتغل hand and maxillofacial. في شوية تروما على ما أسهم. في أماكن فيها aesthetic تتفرّج بس. في أماكن مثلًا هي ما فيهاش غير إن شوية aesthetic ويشتغلوها ما فيش تروما خالص، هي ما فيهاش تروما معروف الكلام ده. ويمكن اللي اشتغل في التأمين الصحي فاهم أنا باتكلّم في إيه. حتى التأمين الصحي فيه flow رهيب جدًا لمّا بيخدّم على فئة كبيرة جدًا، موظفين ومدارس إلى آخره وجامعة. المستشفيات التعليمية اللي هي مستشفى الطلبة مثلًا اللي بتخدّم على الجامعة. كل الكلام دوّة. في variety كتير ولكن كل مكان في مهارة أو 2 بيشتغلهم. هي إمكانيات المكان ده كده. مستشفى مثلًا على الدائري هتكون شغّالة حوادث. مستشفى تاني كده قاعدة في وسط المدن، قاعدة في مدينة 6 أكتوبر أو الكلام ده هتشتغل إيه، حاجات elective كده، التروما على ما أسهم. فيعني دي مش مشكلة حد، هو المكان ده ظروفه كده. فأنت تعرف إيه بقى، أنت عايز إيه من المكان تبدأ إنّك أنت تروح. طب هنا مش الفيديو اللي أنا باقول لك إزاي تختار المستشفى بتاعتك حسب احتياجاتك، أنا باقول لك تعمل إيه في بداية نيابتك.